جبت لكم النهاردة برنامج رهيب. هتقدر تتحكم في موبايلك بشكل تام من خلال اللابتوب. هتقدر تشوف شاشة الموبايل وتعمل كل اللي انت عايزه على الموبايل من اللابتوب. تقدر تشوف الكونتاكت، تزود كونتاكت، تدلت كونتاكت، تعمل اتصال، تشوف الرسائل، تبعت رسائل، تدلت رسائل. كل اللي انت عايز تعمله على الموبايل هتقدر تعمله من خلال اللابتوب. وهتقدر تشوف الفايلات بتاعتك، ترفع فايلات على الموبايل، تنزل فايلات من الموبايل لللابتوب، وهتقدر تاخد باك اب كامل من موبايلك على اللابتوب، بحيث ان انت بعد كده بعد ما تعمل اعادة ضبط مصنع للموبايل تقدر ترجع الداتا دي تاني عليه، او لو جبت موبايل جديد تقدر ترجع الداتا دي على الموبايل الجديد. برنامج جميل جدا، تعالوا نشوف. برنامج ماي فون اكسبلورر هنزله على اللاب وهنزله على الموبايل. انا كده عامل كونكت على الموبايل وعارض شاشة الموبايل عندي على اللاب. اقدر اعمل اي حاجة على الموبايل. ده ايقونة البرنامج اهي، اقدر افتحه، اقدر افتح اي فولدر مثلا. تحكم تام في الموبايل. وهنا عندي كونتاكت اهي، شايفها كلها، اقدر اضيف عليها او اقدر امسح منها او اقدر اعمل اتصال. وعندي هنا الكول لوج، وعندي هنا المسجات كلها. ولو عايز الفايلات اخش هنا، اقدر اخش على اي فولدر، اقدر اعمله داونلود، واقدر اعمل ابلود لاي فايل او اي فولدر من اللاب للموبايل. انا دلوقتي موصل اللاب بالموبايل عن طريق كيبل. لو وصلتهم عن طريق الواي فاي هقدر اعمل كل حاجة الا ان انا اتحكم في الموبايل. يعني هبقى شايفه بس مش هقدر اتحكم فيه، مش هقدر ابقى متحكم على الموبايل من الشاشة. يعني هنا ممكن عادي اخش على الكونتاكت، على الرسائل، على الفايلات، اعمل اللي انا عايزه، بس هنا مش هقدر اعمل كده. لو عايز اخد باك اب من الموبايل بتاعي اخش هنا واعمل كرييت باك اب. يقول لي احط الباك اب فين، اختار مكان، اعمل سيف. هنا بيقول لي انا هاخد باك اب من الكونتاكت، الكول لوج، الايفنت، النوتس، الاس ام اس، الرسائل. ولما ياخد الباك اب من الحاجات دي اقدر ارجعها على الموبايل نفسه في اي وقت تاني، او لو جبت موبايل تاني غيره ممكن ارجعها عليه على طول. طب لو انا عايز دي الابليكيشن بتاعتي، بدوس على ابليكيشن وبيجيب لي كل الابليكيشن على الموبايل بس من غير الداتا، بيجيبها كابليكيشن فاضيه. لو عايز اخد باك اب من الفايلات بتاعتي بدوس على الفايلز، بختار الفولدر، اوكي. بيقول لي عايز اكسس، هو كده جاب لنا كل الفولدرات اللي على الموبايل. نقدر نختار الفولدرات اللي احنا عايزين نعمل منها باك اب. ما تختارش كل الفولدرات، اختار بس الفولدرات اللي انت محتاجها. نصيحة مني، لو انت هتعمل باك اب بالبرنامج ده الاول تعمل دول لوحديهم مرة، وبعد كده المرة التانية تشيلهم كلهم وتختار الفولدرات اللي انت محتاجها. لو الفولدرات كبيرة وأحجامها كبيرة ممكن تاخدهم شوية شوية، مش لازم تاخدهم كلهم مرة واحدة. يعني مثلا نختار فولدر زي ده مثلا مرة لوحده، وبعد كده نخش نختار كام فولدر تانيين مرة تانية. ده لو الفولدرات كتير والداتا كتير. بقى عندنا الباك اب وعايزين نعمل ريستور، من هنا ريستور باك اب، وبنختار الباك اب اللي احنا خدناه وبنعمله ريستور. وبرده ممكن نخش هنا ولو في فولدر او فايل ندوس عليه ونعمله داونلود لو عايز فولدر او فايل معين. بس ازاي بنشوف شاشة الموبايل من هنا؟ كنترول فون. هقفل دلوقتي الشاشة وبعد كده كليك كنترول فون، بيدينا على الموبايل allow، واقول له allow، بيعرض عليا الشاشة. كده خلصنا شرح واجهة البرنامج. هعمله انستول ونسطبه من اول جديد ونشوفه هيشوف الموبايل ازاي. هسيب لكم لينك التحميل في الوصف، اجريه. انا هعمل بورتابل انستليشن، انت ممكن تعملها ممكن ما تعملهاش. لو هتستخدم كذا موبايل
ممكن تعملها بحيث ان كل موبايل فيهم يبقى ليه فولدر معين. اختار الفولدر اللي هو هيتسطب فيه. ممكن نعمل لكل موبايل فولدر، دي هتبقى حاجة كويسة عشان ما يحصلش غلطة في الداتا بتاعت الموبايلات تخش في بعض. كده هو فتح لي الفولدر اللي هو اتسطب فيه، وكده التسطيب خلص خلاص. تسطيب سهل جدا. هنفتح البرنامج. فتحنا البرنامج، فايل، كونكت. بيقول لنا عايز تتصل بالموبايل عن طريق الواي فاي ولا اليو اس بي كيبل. نختار اليو اس بي كيبل. اوكي. بيقول لنا نتأكد ان اليو اس بي ديباجنج مفتوحة على الموبايل. نروح بقى للموبايل، البرنامج على الموبايل اهو. continue، allow، 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 allow. كده ادينا له كل الاكسس. محتاجين نعمل لليو اس بي ديباجنج. نخش على setting، ننزل تحت، نخش على about device، نخش على version، build number، ندوس عليها 7 مرات. وبعد كده نرجع، نخش على additional setting، نخش على developer options، نلاقي حاجة اسمها USB debugging، نعملها enable. انت بعد ما تدوس 7 مرات على البيلد نمبر ممكن ترجع للسيتنج وتسيرش على طول على USB debug، هيجيبها لك على طول. هوصل بقى الموبايل باللابتوب بالكابل واختار USB، ونيجي بقى على اللاب ندوس نيكست. كده هو شاف الموبايل وبيقول لنا اسميه ايه، اقول له اوكي. كده هو بينزل الداتا من الموبايل لللابتوب، بس مش الفايلات، الداتا اللي هي زي الكونتاكت والاس ام اس. كده هو خلاص نزل الداتا. وجينا هنا فايل، يوزر، ده الموبايل اللي احنا ضفناه دلوقتي. عايزين نضيف موبايل تاني، نضيف اد يوزر، ونضيف موبايل تاني. كده احنا شايفين شاشة الموبايل. شفنا ازاي نعمل اتصال ما بين اللاب والموبايل عن طريق كيبل. طب لو عايزين نعمل نفس الاتصال ده عن طريق الواي فاي، يبقى كل حاجة زي ما هي، ما عدا ان احنا مش هنقدر نعمل كليك على الشاشة من اللابتوب. نقدر نشوفها بس مش هنقدر نعدل فيها حاجة او ندوس على حاجة فيها. هنيجي هنا للسيتنج بتاعت الواي فاي على الموبايل، واي فاي بن، ونحط باسورد. اوكي. نيجي هنا فايل، اعمل ديسكونكت للكيبل، ادوس فايل، ادوس سيتنج، اقول له عايز اكونكت واي فاي. اوكي. فايل، كونكت، يقول لي حط الباسورد او البن. كده انا عامل كونكت بالواي فاي بس ما اقدرش ادوس على حاجه، اقدر اشوف بس. اي حاجه تانية بقى هنا اقدر اعملها عادي، اقدر اعمل باك اب واقدر اشوف الفايلات والكونتاكت والرسايل واعمل كل حاجه عادي، بس ما اقدرش ادوس على حاجه. الحاجه اللي ناقصه الابلكيشن ده ان هو يقدر يكونكت على الموبايل من خلال الانترنت. دي ان شاء الله هنشوف لها ابلكيشن تاني. كده خلصنا فيديو النهارده. الفيديو الجاي هنتكلم عن ازاي ناخد باك اب من اللابتوب. لو في اي تعليق او اي حاجه عايزين تسالوا عليها اكتبوا لنا في الكومنتات. اذا توش اللايك، السبسكرايب والجرس. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.